متخيل إن البنك الأهلي وبنك مصر قرروا يرفعوا عائد أهم الشهادات في السوق، ومش بس كده، باقي البنوك التانية ما سكتتش وبيقدموا دلوقتي أعلى شهادات، لدرجة إن في شهادات منهم العائد بتاعها بيوصل ل 100% و250% كمان. ولكن إيه تفاصيل الشهادات دي؟ وإيه أعلى شهادة في السوق؟ ومن البنوك اللي بتقدمها؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معايا في الفيديو ده. الساعات الأخيرة زي ما تقول كده حصل زلزلة في سوق البنوك في مصر، والبنك الأهلي وبنك مصر رفعوا المنافسة بأسعار الفايدة لدرجة تخلي أي حد بيفكر في الاستثمار يعيد حساباته من أول وجديد. الحكاية بدأت لما لجنة الألكو في البنك الأهلي المصري قررت ترفع الفايدة على الشهادة البلاتينية، واللي هي 3 سنين، وده ل 17.4% سنويا بدل ما كانت 16%، والعائد ده بيتصرف كل شهر بانتظام. محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك أكد إن القرار ده اتنفذ فورا في كل الفروع وكمان على الابليكيشن. يعني مثلا لو معاك 100,000 جنيه وربطتهم في الشهادة دي هتاخد كل شهر حوالي 1437 جنيه، وهيكونوا دخل ثابت، وفي السنة هتاخد 17250 جنيه، وده حل مثالي اللي بيدور على أمان ومبلغ يسند فيه مصاريفه الشهرية. كمان بنك مصر عدل هو كمان شهادة القمة الثلاثية وخلاها 17.4%، وده بدورية صرف شهرية بتبدأ تشتريها من أول 1000 جنيه بس، وميزتها إنك تقدر تاخد قرض بضمانها حتى لو احتجت سيولة. ولكن لو انت عايز عائد أعلى في الأول، بنك مصر لسه عنده شهادة ابن مصر، واللي بتديك فايدة بتوصل ل 20.5% شهريا، وده في أول سنة، وبعدين بتقل تدريجيا في السنين اللي بعدها، ودي بيسموها العائد المتناقص، وبتكون لقطة للي عايز يلم أكبر مبلغ في بداية استثماره. أما بقى لو انت من كبار المستثمرين، فالبنك التجاري الدولي CIB بيقدم شهادة بريميوم بفايدة 17.4%، بس الحد الأدنى بتاعها 5 مليون جنيه، وفي المقابل بنك الإمارات دبي الوطني قدم شهادة بفايدة 37.5%، ولكن الشهادة دي بيكون مقدما، يعني تاخد العائد في إيدك كاش وإنت لسه بتمضي قبل ما تمشي، وده بمعدل عائد تراكمي حوالي 17% سنويا، وبتبدأ من 100,000 جنيه، وده فكر جديد تماما بيخليك تستفيد بفلوسك من أول دقيقة. المفاجأة بقى عندك البنك العربي الإفريقي، واللي بيقدم شهادة إيميرالد، واللي بتتميز إن العائد فيها بيتجمع طول مدة الشهادة وبيتصرف في نهاية المدة على مرة واحدة. الشهادة دي متاحة في فترات مختلفة زي 3 سنين أو 5 سنين أو حتى 7 سنين، وكمان لحد 10 سنين، والحد الأدنى لشراء الشهادة حوالي 1000 جنيه. العائد فيها ممكن يوصل لحوالي 55%، وده خلال 3 سنين، أو 100% خلال 5 سنين. أما بقى لو هتسيبها 10 سنين، العائد ممكن يوصل لحوالي 250%، وده معناه إن لو العميل استثمر 100,000 جنيه ممكن يستلم حوالي 200,000 جنيه، وده بعد انتهاء مدة الشهادة. وعلشان كده النوع ده من الشهادات مناسب للناس اللي عايزة تضاعف مدخراتها على المدى الطويل. عندك كمان بنك QNB بينافس بقوة بشهادة بعائد 17.4%، وبنك HSBC بيقدم 16% بحد أدنى 10,000 جنيه بس. والجميل إن أغلب البنوك دي بتسمح لك تكسر الشهادة بعد 6 شهور. الحقيقة إن البنوك دلوقتي بتتسابق علشان تجذب أكبر عدد من العملاء، وكل بنك وليه سكة، اللي بيدي لك شهري واللي بيدي لك مقدم واللي بيضاعف المبلغ بعد كام سنة. المهم قبل ما تروح تربط فلوسك فكر، انت محتاج العائد ده كل شهر تصرف منه، ولا عايز تسيب الفلوس تكبر وتستلمها الضعف؟